هذا عائلة رجل طيب وعنده بنت ويبي يزوجها أي واحد بس يكون يحفظها، وفيه عائلة غنية ولد متربين على الدلع ومهيئ له كل حاجة، وقال أبوه بنزوجك. قال ما أبغى إلا بنت فلان، يذكرون أنها جميلة وأنها. قال توكلنا على الله. راح له قال يا فلان إن خطابين في بنتك لفلان. قالوا شو من الرجال؟ قال رجال كامل والكامل الله. قال بنسأل عنه. سألوا عنه من قرايبهم، ما هم من بعيد يعني. قالت الأم والبنت يا رجال لا تسأل، هذا قرايبنا وش تسأل، احنا وياهم شيء واحد. قال بدخل بس بسأل عن الولد. قالت لا تسأل عن الولد. الولد فيه نوع من الكبرياء والغرور شوي، والنعمة طاغة عليه شوي، وهم العائلة هذا اللي أبو الولد هالنعمة، والعائلة هذه وسط حليوين، بس إنهم أبوهم حكيم، الشايب أبو البنت حكيم. المهم تزوجوا. يوم جاء الملت قالوا شو ملت عليه؟ قال أنا والله الحمد لله من فضل ربي ما نبي أدور الربح من وراء بناتي، زوجها بريالين. قال ريالين ما هم معقول، يقولها الشيخ ما هم معقول بريال. قال يا رجال هذا عندي أنا نمط إني أزوج بناتي وأعين على زواجهم، والبنت أنا متكفل بها. قال بريالين. قال بريالين. زوجها بريالين. يوم تزوج وراح الولد ذاك أخذها ودخل عليها، والشايب جهز بنته وشرع لها اللي هي تبي. ما شاء الله. دخلوا وتزوجوا مجهزين للسفر. سافروا، جاء لهم دولة عربية، جالسين سوالف. البنت من البنات المؤدبات، من بيت مؤدب معلمها الأدب والحشمة، وقالوا خليكي مؤدبة مع زوجك. جلسوا يتعشون ولا في علبة بيبسي مكتوب على البيبسي ريالين. قال فيها فلانة سبحان الله لاحظتي شيء؟ قال لا. قالت له والله ما. قال سبحان الله أنا ما أخذت قيمة بيبسي. قالت وشو؟ قال والله زواجك كل أبوه قيمة هالعلبة. الولد فيه شوي غرور وشوي. قالت خير خير إن شاء الله. سكتت. رجعوا لديرتهم عاد منطقتهم اللي هم فيها. قالت ودك توديني لأهلي بس بسلم عليهم. قال ودها لأهلها. قالت والله ما عاد أرجع معه. وليش؟ قالت والله ما عاد أرجع. يا مرة تعوذ من الشيطان. طبعا اللي هي كلامها مع أمها. جاء لأبو وش فيت؟ قالت يا بهي قال كلام ما وش كلامه اللي؟ قالت إننا جالسين نتعشى، أنت خدمت وزينت وعطيت عطا ما حد يعطيه. يوم جدنا انت قهوة وجد